يا فرحة قلبي، النهاردة جاية لكم بفيديو جديد، فيديو مختلف عن أي فيديو تاني. قبل أي حاجة وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وفي صحة وفي أحسن حال. بقالي كتير ما شاركتكوش كده بفيديوهات. بس بجد والله وحشتوني جدا لما بقعد فترة كده ما بنزلش أي فيديو. يعني بحس إن أنا ناقصني حاجة كده، ناقصني إن أنا أتكلم معاكم. طبعا أحلى صحاب، أحلى عيلة كده جميلة. يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي. النهاردة كده فيديو هتشوفوه إن شاء الله كده مختلف عن أي فيديو تاني، وده كان سبب التأخير في الفيديوهات. عملت كده فنجان قهوة كده خفيف، وهاكل معاه حاجة بسيطة كده زي ما انتوا شايفين. ويلا بقى نشوف ايه الفيديو بتاعنا النهاردة. وده الفيديو بتاعنا النهاردة، شايفين تجديدات بقى وتكسير بقى وحاجات كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا آه، الأوضة اللي هي بتاعتي دي، انا بقى ايه، حبيت ان انا اغير البلاط بتاعها، لان طبعا البلاط بتاعها مش احسن حاجة. فقلت بقى اغير الايه، البلاط بتاعها علشان خاطر يكون سهل التنظيف كده ويكون شكله كويس، وطبعا بيدي راحة نفسية اكتر. فهنا كده حبيت اوريكم طبعا الايه، ال- الشكل من اوله. ده من اول كده ما كنا بنهد كده البلاط. فطبعا ما تعرفوش طبعا ده يعني كانت عامله كركبه قد ايه بقى، واكيد انتوا بقى مجربين وكان عندكم حاجات زي كده ومجربينها. بعتذر طبعا يا حبايبي عن الاصوات اللي طالعه لكم في الفيديو. انا بحاول بقدر الامكان ان انا اسجل في جو ما يكونش فيه اصوات، بس للاسف الاصوات بتكون جايه من الشارع. فسبحان الله، يعني انتوا عارفين الصيف بقى وكل الدنيا كده في الشارع والاصوات يعني. فسامحوني لو كان في ازعاج في الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا زي ما قلت لكم كده ان انا بدأت ان انا انظف ايه الأوضة دي. فكان لازم ان انا اشيل البلاط خالص طبعا، علشان ما يكونش اعلى من البيت كله. يكون البيت يعني ايه، هي مثلا لان هي قصادها الصالة، فتكون في مستوى واحد، ما يكونش اعلى. فعشان كده اضطرينا ان احنا طبعا نشيل البلاط كله، علشان ما يكونش مستواها اعلى او عالية شوية عن ارض الصالة. لكن لما عملتها الحمد لله، لما شلنا كده طبعا بتبقى في نفس المستوى. لان طبعا لو سبت البلاط وحطيت عليه طبعا الرمل، اللي هيجي بقى يعمل السيراميك هيحط رمل واسمنت وبلاط، فهيديك علو. فكان لازم ان احنا نشيل البلاط. فشلنا طبعا، كان يوم يعني متعب جدا. والحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين ان اليوم كده خلص. يعني هو ما خدش يوم واحد طبعا، هو خدنا يوم في شيل البلاط، واليوم التاني بقى تنظيفات وكده، اللي هو تركيب السيراميك. فالحمد لله. لكن النتيجة طبعا بتغني عن أي تعب. لما الحمد لله بتلاقي الحاجة كده بقى شكلها كويس، والعين بتكون مرتاحة للحاجة دي، فطبعا ده أي تعب بقى بيروح. هنا بقى خلاص شلنا كل البلاط زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي ايه، بقت على الرمل بس. شايفين كله كده اتشال. يعني حتى انتوا شايفين البلكونة هناك كده، وانا هصورها لكم دلوقتي. يعني انا منزلها لكم. هي طبعا كانت عبارة برضو ما فيهاش بلاط ولا كده، وعملنا لها البلاط الحمد لله. فهنا بقى زي ما انتوا شايفين اهوت. فالحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. الحمد لله ان يعني الحمد لله ان الأوضة وصلت لكده. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله ان يعني وصلت للدرجة دي. ف طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. برضو الدهانات، يعني برضو يعني دهنت الأوضة
غيرت اللون علشان يمشي مع لون البلاط وكده. فهتشوفوا النتيجة دلوقتي، هتلاقوها ما شاء الله نتيجة قد ايه يا روعة. وجات المفاجأة، ادي المفاجأة. شايفين بقى لون البلاط ده انا عاجبني جدا، يعني اللون اللي هو بقى ايه البني التقيل ده مع البني الخفيف، يعني شكله جميل جدا. ولما مسحت كده البلاط يا بنات، يعني ايه، في بلاط كده يعني مهما تمسحيه ما بيبقاش ايه، ما بيديش اللمعة اللي انت عايزاها، او ما بيبقاش ايه، يعني انا بحس ان ممكن يكون مجير او كده. لكن ما شاء الله لا قوة الا بالله، البلاط ده جميل جدا. ولما مسحت البلاط كان جميل جدا وبيدي لمعة حلوة خالص، وعلى طول بيبان ان هو نظيف، يعني بيبان فيه النظافة. ودي كانت البلكونة. اما عن الأوضة، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين الشكل اتغير تماما تماما. طبعا انا بوريكم الأوضة اهو، وهنا كده دهناها، غيرت اللون، طبعا عملته كافيه علشان خاطر يليق على اللون البلاط. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم.